قبل ما نبدأ، خليك واقعي. انت مش هنا علشان تسمع تحفيز. انت هنا علشان في حاجة جواك حاسس إنها غلط. في ناس بتخاف من الفشل، وفي ناس بتخاف من النجاح. بس أخطر نوع خوف إنك تعيش عمر كامل ولا مرة تحاول بجد. 2026 مش سنة جديدة. 2026 كشف حساب، المواجهة النفسية العميقة. خليك صريح مع نفسك. انت متضايق ولا متعود؟ لأن في فرق بين الألم وبين الألفة. وفي ناس بتتأقلم مع الألم وتسمي ده حياة. انت كل يوم بتأجل حاجة صغيرة ومش واخد بالك إن الحاجات الصغيرة هي اللي بتبني مصيرك. الروتين اليومي القاتل: تصحى مش علشان تبدأ يومك، علشان تكمله. تفكر في الشغل وانت لسه تعبان، تشتغل وانت مش حاضر، ترجع البيت وانت ما فيكش طاقة حتى تفكر. وبين اليوم واليوم حلمك بيصغر. المشكلة بحقيقية مش إنك مش عارف تعمل إيه، المشكلة إنك بتهرب من الإحساس إنك مسؤول. العقل بيحب الأعذار، لأن العذر بيشيل الذنب، بس في نفس الوقت بيسرق المستقبل. في العادات الذرية، الفكرة مش اعمل أكتر، الفكرة اعمل أذكى. العادات مش بتغير يومك، العادات بتغير صورتك عن نفسك. انت كل مرة تفتح الموبايل بدل ما تفتح كتاب، بتقول لنفسك: أنا شخص بيختار السهل. أخطر خسارة مش الفلوس، أخطر خسارة إنك تفقد احترامك لنفسك واحدة واحدة، إنك تبقى نسخة أقل من اللي كنت نفسك فيه. بس خليني أقولك حاجة: طالما حاسس بعدم الرضا، أنت لسه بخير. القلق ده مش ضعف، ده إنذار. الناس فاكرة الالتزام سجن، بس الحقيقة الالتزام تحرير. لما تعمل نفس العادة كل يوم، بتشيل من دماغك سؤال: أعمل ولا لأ؟ أنت مش بتبني نتائج، أنت بتبني شخصية. شخصية ما بتستناش الدافع، شخصية بتتحرك حتى وهي خايفة. البيئة: لو حياتك مليانة مشتتات، فشلك مش مفاجأة. التطبيقات متصممة تسرق انتباهك، والناس مش دايما عايزة تشوفك بتتغير. الحل العملي: ابدأ بحاجة صغيرة بس ثابتة. اختار وقت، اختار مكان، اختار فعل. مش علشان تبقى ممتاز، علشان تبقى موجود. لو فضلت تسمع الكلام وما تطبقش، الفيديو ده هيبقى مجرد ذكرى. 2026 مش باب، 2026 طريق، والطريق بيبدأ بخطوة ملهاش تسقيف. لو حسيت إن الكلام ده كان مواجهة، ده لأنك جاهز. اكتب في التعليقات: أنا مش هستنى تاني. واشترك، مش علشان القناة، علشان تفتكر إنك بدأت.